اخواننا كذب الكيزان بدا يظهر رويدا رويدا، لكن شعب الله الغبي ده بيفهم بتين. تفهموا بتين يا شعب السوداني انه يا اخي الاسلحه الكيميائيه دي الكيميكال ده له تاثير قد يستمر لمده 10 سنين. انتوا بتفهموا بتين كويس؟ شهاده احد الصانعين هذه الماده انه شام ريحه بتاعت كبريت وريحه بتاعت بومبان، وده إن دل يدل على انه ما زالت اثار السلاح الكيماوي موجود. وهنا بقول التحيه للدعامه، لانه الدعامه لما خرجوا من الخرطوم ما خرجوا خوف كويس، لانه خرجوا لحاجه جبانه استخدمها النظام القديم كويس، استخدمها البرهان وياسر العطا، وبل هم صرحوا فيها عديل يعني. طيب هم صرحوا فيها عديل وقالوا نحن حنستخدم السلاح المميت والاسلحه المميته، وللاسف الشديد ناس ما عندها قيم ولا عندها اخلاق وما عندها رجوله ولا نقوه انك تستخدم سلاح زي ده في وسط بلدك عاصمتك. ده جبن. لا وهم لحد الان طارحين نفسهم هم اولياء الامور يعني. عشان كده بنقول لكم شعب الله الغبي. اي زول الليله واقف مع الكوز ده انسان غبي، ده حمار ما بيفهم. ليه؟ لانك انت بيقتلك كويس وما بيعتذر لك. يعني الكوز ممكن يقتلك ويسرقك ويعمل السبع ذمتك وما عنده لك حاجه وما بيعترف. طيب فمبروك عليكم، يتفضلوا الداير يمشي يسكن الخرطوم كله يتفضل يمشي يسكن. تمام؟ لانه اول حاجه انت حتموت بتاثير السلاح الكيماوي. كان الله في الوطن والمواطن، ونسال الله ان